بتشتمني؟ لا لا ارجوكي، مفيش داعي وحياتك للتلاكيك بتاعتك دي، ويلا بينا نروح السينما لو كنا هنخرج النهارده. لا مش عاوز اخرج. يبقى احسن. سامي في حاجه يا سعاد؟ تعالى انا عاوزاك. طب استني بس لما اقرا جواب توفيق لماما، وعلى فكره بيسلم عليكي. ميرسي بس ارجوك ما تتاخرش. قوم يا ابني شوف عاوزه ايه الاول وبتعالى كمل الجواب بعدين. يو يا ستي، عاوزين نسمع اخبار سي توفيق الاول. اسمعي يا ستي، وقطعت مرحله لا باس بها في دراستي هنا، وكدت انتهي من نصف رساله الدكتوراه او اكثر قليلا، لذلك فقد رايت ان امنح نفسي فورا اجازه سنويه لمده شهر واحد فقط لا غير، ثم فكرت اين امضي هذه الاجازه. يا اخويا تعالى شوف امك، ده انت بقالك سنتين وزياده مسافر. بقى ده لو كان بيفكر في امه شويه، اللي بتفضل سهرانه الليل بطوله تفكر فيه، مش كان بدل ما يروح هنا ولا هنا يجي يشوفها؟ اللي حطه في قلب الام ما حطوش في قلب الابن يا ستي. يا ماما انت عايزه يجي مصر يعمل ايه دلوقتي؟ دي فرصه انه في اوروبا عشان يزور بلادها كلها. طب يا ابني كمل ما انتوا كلكم كده. ايوه سامي ولا اقول لك قوم شوف مراتك عاوزه ايه. طيب نعم يا ستي، عاوزه ايه؟ عمال اندهلك من الصبح وحضرتك مش عاوز تعبرني. كنت بقرا جواب توفيق لماما. نعم عاوزه ايه؟ يا سلام ومالك مكشر كده؟ يا ستي انا لا مكشر ولا حاجه، انا تحت امرك. في ايه؟ خد اقرا. ايه ده؟ ده جورنال. اقرا هنا في الاعلانات المبوبه. فين؟ هنا يا ستي، للايجار شقه لوكس غرفتان وصاله كبيره ب15 جنيها، المخابره تليفون. ايه رايك نتكلم في التليفون ونروح نشوف الشقه؟ بمناسبه ايه بقى؟ يمكن تعجبنا ونعزل فيها. نعزل فيها؟ ونعزل فيها ليه؟ انا كنت عند بابا امبارح وكلمته على حكايه العفش، قال لي هاتي الشقه اللي تعجبك وانا افرشها لك كلها. ايوه لكن ايه اللي هيخلينا نعزل دلوقتي؟ ما اعرفش والله بقى، يعني عاجبك قوي العيشه اللي احنا عايشينها دي؟ ثم 15 جنيه ده مبلغ ضخم جدا يا سعاد، وانت عارفه ماهيتي كام. معلش نسكن كويس ولا فيش حد عارف احنا بناكل ايه؟ لا ده كلام مش سليم اللي بتقوليه ده. نسكن بنص الماهيه وناكل ونلبس ونعيش انت وانا والولد والخدامه ب15 جنيه، افتكر مش ممكن ولا ايه؟ وانت ليه ما تشتغلش بعد الظهر؟ والله بقى دي حكايه تانية. كل الناس بتشتغل صبح وبعد الظهر. جايز، بس انا صحتي ما تساعدنيش ان اشتغل 15 ساعه في اليوم.